السلام عليكم حبيباتي الغاليات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. وصفه نهار اليوم لتارتولات البنات بزاف بزاف هايلين بعجينه مقرمشه تجي بزاف هايله وحشوه لذيذه. البنات درناهم اليوم بحشوه الشوكولا والكراميل. تابعوا معايا الفيديو الاخير تكتشفوا الوصفه هذه. بما انه رانا على ابواب شهر الفضيل شهر رمضان ان شاء الله تحتاجيهم هكذا في السهرات. نبداو هنا على بركه الله البنات. عندي هنايا 100 غرام تاع زبده تكون طريه بدرجه حراره المطبخ. راح نضيف عليها هنايا نص كاس تاع سكر كلاصي هكذا، سكر بودره. وراح هنايا نجيب الباتير ونطلع مليح مليح، يعني راح نخلطهم هنايا حتى نتحصل على كريمه كما نقولوا هنايا خفيفه. شوفوا هنايا نجيب الباتير ونطلعهم، يعني لازم هنايا تخدميهم مليح بالباتير. اذا ما كان ما عندكش الباتير يعني تقدر ديريهم غير بالفوي هكذا بضراب اليدوي. انا هنايا نخلط مليح. هنا كما قلت لكم البنات ضروري تكون الزبده تاعك يعني طريه هكذا باه تسهل عليك المهمه. نخلطهم مليح. هنا راح نضيف عليهم حبه تاع البيض ونكمل يعني نخفق مليح مليح هنايا. يعني تبعوا معايا هاد الخطوات هادو باه يجيو هنايا لي تارتولات تاعكم بزاف بزاف هايلين، يجيو خفاف ومقرمشين وما يتكسروش معنا. يعني روعه يا البنات، عجينه اكثر من رائعه. انا هنايا بعد ما خفقت لك البيض راح نضيف عليهم ربع كاس تاع الزيت كما شفتوا هنا البنات، رشه تاع الملح فقط، رشه خفيفه لتعديل الذوق هنايا. وعندي ملعقه تاع الفاني. الفاني هنا كما تحبي تكثري ديري مغرفه كبيره ولا ديري صغيره، هنا يعني الكو تاعها يجي بزاف هايل. كما شفتوا معايا بدينا ب 100 غرام تاع الزبده، زدنا عليها نص كاس تاع السكر وخفقناها مليح. زدت عليهم هنايا البيضه وربع كاس تاع الزيت ورشه تاع الملح والفاني. هنايا مره على مره يعني نتوقفوا هكذا، يعني ضروري باه نهبط يعني ننزل هذوك الحواف كامل وباه نضمن هنايا يعني الخليط تاعي كامل يتخلط لي مليح هكذا. نبداو هنايا البنات يعني نضيفوا النواشف. عندي في بدايه الامر راح نضيف عندي هنايا نصف كيس خميره الحلوى، وعندي ملعقه تاع كاكاو تكون مملوءه جيدا، ورايحه هنايا نضيف عليها ربع كاس تاع النشا. النشا راح يعطينا خفه العجينه تاعنا هكذا. درنا غير ربع كاس. راح ندخل هذا النواشف هذو في بدايه الامر، يعني هما الاولين مع بعض، هذاك الكاكاو مع النشا والخميره الكيميائيه. ندخلهم مليح يعني بالباتير ولا بالضراب اليدوي، ومن بعد راح نتخلى على هذاك الباتير ونبدا يعني نضيف الفارينه بالتدريج بالتدريج غير باليد هنايا، لانه هنايا قادر تاخذ معك كاس تاع فارينه ولا اقل من كاس على حسب النوعيه. ديما نقولها لكم ونعاودها لكم، على حسب النوعيه تاع الفارينه اللي تخدموا بها وحبه البيض، يعني الحجم تاع حبه البيض. انا هنايا نكتفي بهذا القدر. راح يعني هنايا نبدا نخدم غير بيديا. هنايا كيما نقول لكم ديما العجائن هذو كيما تخدمي بيديك احسن واحسن، تقدري تتحكمي في القوام تاع العجينه نتاعك. هنايا الفارينه يعني ضروري ضروري تنخلوها مليح باه تجي العجينه تاعكم مهويه وتجي خفيفه كما قلت لكم ومقرمشه. يعني عطيتكم كامل اسرار نجاح هاد لي تارتولات هادو. بعد ما دخلنا هنايا درت الفارينه وكما شفتوا معايا مازال ما كملتش الكاس، يعني راني ندير فيها غير بشويه باه هنايا ما تجيش العجينه نتاعي ناشفه بزاف. ونشوف هنايا لانه راني هنايا بيديه نخدم العجينه نتاعي باليد. اذا شفتها يعني تحتاج يعني فارينه ومازالت يعني مطلوقه معايا راح نضيف معاها، نضيف الفارينه تاعي بالتدريج. العجينه تكون حاكمه روحها، ما نيبسهاش بزاف لانه بعد ما نجي ندخلها في الكيسات ونشكلها راح تتفتت معايا، وما نخليهاش طريه بزاف يعني راح يفسد لي الفرن تاعها يعني بعد ما تدخل لي للفرن. هكذا تكون عجينه متماسكه يعني مليحه، ما هي طريه بزاف ما هي يابسه بزاف. شوفوا هنا البنات معايا بعد ما لميت العجينه نتاعي راهي هايله. واش راح ندير لها؟ شوفوا هذا هو القوام تاع العجينه نتاعي. هنايا البنات راح نحطها على طاوله العمل. وهنا ضروري واش نجيب معايا زوج قطع تاع بلاستيك هكذا ولا كيس غذائي هكذا. ندير هنايا راح نحط عليه العجينه، وواحد راح نغطي به العجينه من فوق، يعني نحطها بين كيسين هكذا ولا قطع تاع بلاستيك هكذا، واحده من الفوق واحده من تحت. ونبدا نحل العجينه نتاعي بالحلاله هكذا. شوفوا البنات يعني هذه اسهل طريقه، احسن من اللي يعني تكوري العجينه وتحطيها في الكيسات وتبداي تحلي. لا لا، هذه احسن طريقه. راح تحلي العجينه نتاعك ومن بعد نجيب هنايا الطابع اللي راح نقطع به، يعني يجي قد الليمول تاوعي هذوك ولا لي كيسات تاوعي، ونبدا نقطع دوائر مباشره نحطهم في الكيسات تاوعي، ونبدا ولا في الصينيه تاعي تاع لي تارتولات ونبدا نشكل الحبات تاوعي.
انا هنايا شوفوا البنات مره قلقش بزاف العجينه نتاعي، وجبت السيرسو هذا والله هذه القطعه هذه، وراح ندير دوائر كما راكم تشوفوا هكذا. هنايا يعني شفتهم يجوني قد لي كيسات هذوك تاوعي ولا الصينيه تاع لي طاغطولات تاوعي. ونبدا هنايا مباشره نحي هذوك الزوائد هذوك، ونهز هنايا هذوك العجينه نتاعي نحطها مباشره هكذا في الصينيه تاعي تاع لي طاغطولات هكذا. ونبدا هنايا نسقم يعني نضغط عليها مليح مليح باه يعني هنايا تحكم لا فورم تاع الصينيه نتاعي، يعني تجيني فيها هذاك التشرشيف هذاك ولا السنين هذوك وتجي مليحه هكذا. ونطلع البنات يعني نزيد نرققها شويه، يعني ما نخليهاش كيما راهي، نضغط عليها باليد مليح، خاصه هنا البنات في الحواف هذوك كيما راكم تشوفوا. يعني راني هنايا درتها لكم غير بشوي باه تفهموا معايا الطريقه، مع انه راهي الصوره واضحه امامكم يعني كما راكم تشوفوا هكذا. نعاود نضغط مليح، ومن بعد في الاخير لازم يا البنات يعني تشكلي الحبات تاعك كامل وتمليهم كامل، ومن بعد لازم فيها الرتوشات الاخيره. انا هنايا نعمرهم كامل ونحطهم لهيه على جنب، ويعني بعد ما نكملهم كامل راح ندير لهم اللمسه الاخيره، يعني نعاود نضغط عليهم مليح، نطلع هذيك الجوانب ونحي الزوائد هذوك بالسكينه احسن واحسن. شوفوا هنا البنات هكذا. انا هنا يعني زربت لكم الفيديو شويه يعني باه ما يجينيش طويل بزاف هكذا. نحي هذيك الجوانب كما قلت لكم هكذا، الزوائد هذوك يعني تطلع معايا العجينه، نحي هذوك الزوائد ونحط لهيه. راح نكمل الحبات تاوعي كامل. انا هنايا البنات درت لي مول، عندي هادو صينيات هادو، عندي شويه كبار وعندي صغار، نتوما هنايا اللي عندك صغيره ولا الكبيره، القوالب اللي عندك نتيا هكذا. نضغط على دوك الجوانب، نطلع الحواف هذوك مليح، خاصه هنا البنات عند الحواف هذو هنا بتشكل العجينه نتاعنا، وتجي الحبه تاع التختلات تاعنا تجي مليحه، تجي متقونه، ويجيو فيها هذوك السنين هذوك، يعني الشكل تاعها يجي رائع هكذا. كما راكم تشوفوا هنا البنات هذوك الزوائد كامل نعاود نضغط عليهم، يعني نكورهم ونعاود نفتحهم بين هذوك الكيس البلاستيكي ولا الكيس الغذائي، ونكمل لي التختلات تاعي حتى تخلص معايا العجينه كامل هكذا. هكذا قلت لكم هنايا ضروري يعني نضغط على الحواف هذو كامل. هنا البنات بعد ما كملتهم يعني سقمتهم كامل الحبات تاوعي ونحيت لهم الزوائد، وقلت لكم درت لهم اللمسه هذيك الاخيره. هنايا نجيب لي كيسه تاوعي، نجيب فرشيطه هكذا ولا، ونبدا نثقب الحبات تاوعي كامل. ضروري هنا نثقبوهم، اذا ما ثقبناهمش راح يعني بعد ما ندخلهم للفرن راح يفسد لا فورم تاعهم يعني ويفسد الشكل تاعهم. يعني تبعوا معايا هذا النصيحه جيدا. بعد ما نثقبهم راح ندخلهم للثلاجه مده 20 دقيقه الى نصف ساعه، يعني تخليهم يبردوا معك مليح مليح، يعني تقريبا يجمدوا. بعد راح ندخلهم للفرن على 180 درجه مده 20 دقيقه فقط، يعني يكون الفرن سخنته من قبل. نروحوا البنات هنايا للكراميل. بالنسبه للكراميل البنات درت كاس تاع سكر وتخليه على نار قليله حتى يتكرمل معك. شوفي مره على مره تحركي حتى تخليه شوفي يذوب السكر تاعك مليح، وبعد تبداي تحركي هكذا حتى يروحوا هذوك الحبيبات كامل. شوفوا البنات نتحصلوا على هذا القوام، يعني يكون كراميل هكذا يلمع هكذا. نخليه يزيد يذوب معايا مليح، يعني كل ما زاد سخن يعني راح يزيد يذوب معاك، ما يقعدش هذوك الحبيبات هنايا يروحوا كامل. بعد ما نشوفوا ذاب معايا راح نضيف له ملعقه تاع الزبده. انا درت له مغرفه كبيره تاع الزبده، وراح نحرك هنايا ذوب معايا ديك الزبده مليح هكذا. نحرك مليح كما تعرفوا هنايا الكراميل راه يعني يحرق وخطير، يعني بشوي بشوي يعني باه ما يطيرلكمش على يديكم هكذا ولا تحرقوا هكذا. انا نشوف الزبده تاعي ذابت، راح نضيف عليها نص كاس تاع كريمه سائله هكذا، ونبدا نخلط يعني كما راكم تشوفوا. نبدا نخلط يعني نزرب شويه هكذا. وشوفوا هنايا راح في بدايه الامر يبدا يبس معنا السكر هذاك ولا الكراميل تاعي يبدا يبس معايا. نبقى هكذا نخلط، نستمر في التحريك حتى نشوف هذيك التكتلات والله هذاك السكر تاعي ولا الكراميل تاعي ذاب كامل هكذا. راح نخليه. شوفوا هنا البنات يعني بعد ما ذاب انا درت لكم يعني هذه الخطوات كامل مهمه جدا، خاصه المبتدئات اللي هكذا يعني ما يعرفوش يطيبوا الكراميل والله. خليه هنايا كي تشوفوا هنايا ذاب معايا، خليه واحد دقيقه تقريبا ولا 2 دقائق وهو هكذا حتى نشوف هذوك الفقاعات يبداو يطلعوا معايا. راح نحيه على النار. هذا هو الكراميل يجيك ناجح، ويعني تقدري ديريه في كامل الحلويات تاعك والله تحليه والله يجي بزاف هايل. هذا هنا من الاحسن يعني يجيك في الحشوه روعه يا البنات.
وحنا الكراميل تاعنا البنات مش رايحين نخدموا به هكذا، هنا تقدر ديري له غير قرصه ولا رشه خفيفه تاع الملح. انا بعد ما يطيب معايا الكراميل تاعي نحيته مباشره، فرغته في غيسيبيون هكذا، ورايحه نطلعوا البنات بالباتير. وحده هنايا يجيك واحد الكراميل رائع يا البنات، يعني تجربوه والله جربوه بهذه الطريقه، اكيد راح تعجبكم. شوفوا البنات نبدا نطلع في الكراميل تاعي هذاك وما نتوقفش هنايا تقريبا واحد 10 دقائق حتى نشوف اللون تاعو يبدا يميل معايا للبياض. شوفوا هنا يولي اللون تاعو هكذا كما راكم تشوفوا اللون فاتح. شوفوا البنات هنايا الكراميل تاعي كيف بدا اللون تاعو يتبدل معايا ويبدا يخفاف، يولي خفيف كانه كريمه. صدقوني يا البنات هذه الحشوه هذه يعني بزاف هايله، تقدري ديري بها الطاغط تاعك هكذا ولا لي تارتوليت هكذا بزاف هايله. جربوها هنايا واكيد راح تعجبكم. انا هنايا بعد ما تبدل اللون تاعو هكذا رايحه هنايا نكتفي بهذا القدر ونحطه على جنب ونروح نوجد الشوكولا. بالنسبه للبنات للشوكولا انا هنايا ديت 200 غرام تاع شوكولا، راح نسخن لها 150 غرام تاع كريمه سائله ونسكبها عليها مباشره. انا كي نشوف الكريمه تاعي سخنت لي ما نخليهاش تغلي البنات، تسخن فقط. راح نضيفها على الشوكولا ونخلط مليح، راح تذوب معايا هذيك الشوكولا هكذا. نحرك مليح وهي سخونه رايحه تذوب معايا بسرعه هكذا، ونكونوا تحصلنا على الشوكولا تاعنا اللي راح نحشيو بها لي تارتولات. هذه هي البنات كما راكم تشوفوا سهله والخطوات كامل ان شاء الله يعني تكونوا فهمتوا عليا. نحرك مليح ذوب معايا هذيك الحبيبات تاع الشوكولا كامل، ومن بعد نروح لي تارتولات تاعي البنات. انا هنايا بعد ما طابوا معايا خليتهم يعني يبردوا شويه، لانه اذا هزيتيهم سخونين راح يتفتوا معاك، خليهم حتى يبردوا معاك مليح. انا وحده يعني نحيتها وهي ساخنه راهي يعني كيما نقولوا تفتت معايا، لذلك خليهم يبردوا مليح ومن بعد نحيهم من القوالب تاعهم هكذا، ونبدا مباشره في الحشوه تاعي. هذه هي البنات كما راكم تشوفوا قاعدوا واقفين جو ما شاء الله جو مقرمشين وبنان روعه. انا هنايا الحشوه نتاعي نبدا بهذاك الكراميل اللي كنا يعني خفقناه مليح بالباتير، طلعناه بالباتير. شوفوا البنات كيفاه جا خفيف ما شاء الله هكذا. راح نحط كميه من الكراميل ونحط عليها قطع تاع الموز، تي واش حبيتي تحطي يعني تقدري ديري فراوله ولا تقدري ديري واش متوفر عندك، تقدري ديري مكسرات هكذا شويه تاع جوز بيستاش. هنايا نعمرهم كامل بالكراميل، يعني نحط لهم كميه كامل كيف قيس هكذا ملعقه والله هكذا. صدقوني البنات يعني تجربوها بهذه الطريقه، يعني بهذا الكراميل هذا اكيد راح يعجبكم، يعني جاو بزاف هايلين. ميم هذاك الكراميل جاو فيه واحد البنه ما شاء الله. نحط هنايا قطع تاع انا درتها هنا بالموز، درت لها قطع تاع الموز هكذا دوائر هكذا. تقدر يعني حبه تاع موز ولا زوج حبات، يعني انا هنا حبه ونص يعني كفاتني هكذا ترقيهم. ومن بعد نجيب الشوكولا تاعي كي كنت ذوبتها مع الكريمه ونبدا نملى لي تارتولات تاعي هكذا بهذا الشكل هكذا. شوفوا هنا البنات. وبالنسبه يعني هنا كاين نص يعني كنت وجدت له الكريمه هنا البنات، درت له كريمه شانتيي طلعتها مليح، درت فيها الكو تاع ولا لاروم تاع الليمون وغطيتها من الفوق. كاين يعني عندي انا يا وليداتي اللي ما يحبوش الشوكولا درت لهم الكريمه هذه هكذا. طلعت غير كريمه الشانتي كما قلت لكم البنات، يعني الكريمه الشانتي كي تجيو تشريوها ديما قولوا يعطيكم هذيك بلانش نيج، راح يعني تجيك واقفه وتجيك ثقيله وتجي هايله. انا هنايا في الاخير زينتهم بحبه تاع الجوز هكذا، والتزيين اختياري واش متوفر عندك. هنا البنات راح نقسم لكم حبه وتشوفوا القوام تاعها وتشوفوا هذيك الطبقات يا البنات ما شاء الله، يعني جاو بزاف بهايلين، جات خفيفه ومقرمشه. وهذيك الطبقات تاع الكراميل مع الموز والشوكولا واش راح نقول لكم يا البنات ما شاء الله. نتمنى البنات تجربوا هذه الوصفه وتنال اعجابكم، يعني اروع تارتولات تخبيوا الوصفه هذه رمضان ان شاء الله للسهرات هكذا كما تقدري ديريها حتى في الحفلات. يعني وصفة أكثر من رائعة ناجحة 100%، أعطيتها لكم خطوة بخطوة كامل مصداقية. نتمنى البنات تجربوها. وحبيباتي هنايا كي العادة ما تنساونيش بالجيم والكومنتير، لأنه راه التفاعل قليل بزاف. في الأخير نقول لكم شهية طيبة مع السلامة.